اخواني واخواتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسمي خالد المزين، جنسيتي اثيوبيا، عشت في السعودية 10 سنوات. الله يحفظ بلاد الحرمين والشريفين. بالله اللي تشوفون هذه المقطع يرسلوا على بعضكم، عشان انه هذه الكلمة يوصل عند حكومة السعودية الرشيدة وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز سمو وزير الداخلية حفظكم الله جميعا. وأنا اليوم أتكلم عن موضوع سجناء إثيوبيين الذي تم القبض عليهم بالحدود والداخل الأراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوريات الأمن والشرطة. الآن سجناء إثيوبيين بالآلاف مرصوصين في السجن السعودية، بالذات الذي موجودين في السجن الجنوبي في جازان، في غرفة واحدة 200 شخص مسجونين فيها، ولا عندهم مكيفات التبريدية، بالذات اللي معاهم أطفال صغير، يعني ما يقدر يصبر البذور الصغير، يحتاج لها حليب ويحتاج لها قفاضات وكذلك خدمات غير. الله يحفظ بلادكم وشعبكم العظيم المملكة العربية السعودية. بالله يرحموا شوي، بس يعني اللي صارت الحين في السجن السعودية ما صارت في سجن الأمريكان ودولة اليهود كذلك. لكن أنتم أرض المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين ودولة المسلم، يعني المسلم ما يسوي زي كذا. نحن الآن حكومتنا ما تحتاج مننا. لو هذا المجموعة نزل على أرض أثيوبيا خايف الحكومة بنفسها عشان المظاهرات، لأن كما تعلمون أنتم الآن في البلد أثيوبيا مظاهرات كل يوم وقتال كل يوم، لكن الشباب اللي موجودين الحين في السجن لو نزلوا على أثيوبيا على طول صار مظاهرات على الحكومة الظالمة هذه. عشان كذا حكومة ما يبغى يستقبل، والسفارة ما يجي طالع فيهم. في ناس 8 أشهر ولا أكثر في السجن قاعد للحين، ولا واحد يوم يتروش. شكرا لكم متابعيني، في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.